والله فردة تقيلة والزمالك محتاجها بشكل رهيب. يعني بجد نمشّي سيف الجزيري، مشّي سيف الجزيري وهات اللاعب ده، مشّي سيف الجزيري وهات اللاعب ده جوني إدوارد، رسالة إلى جون إدوارد، رسالة إلى جون إدوارد والله. حتّة لاعب في المحلة رقم 6 تمام، اللي اسمه توريه، حتّة لاعب ييجي يلعب لك رقم 6 في خط النُص مكان دونجا. أسد، بيباصي حلو، بيقطع ممتاز، سريع، تمام، بيحاولوا يوقّعوه ما بيقع حيطة، قوي بدنيًا بشكل رهيب، تمام، بيقرا الملعب بشكل حلو جدًا. أنا عرفت ليه المحلة ما دخلش فيه ولا جون، 70، 80% بسبب اللاعب ده، ما باهزرش. رسالة إلى جون إدوارد، رسالة إلى جون إدوارد، لاعب المحلة اللي اسمه توريه اللي بيلعب رقم 6 في غزل المحلة، لاعب جامد جدًا، جدًا، جدًا. ده حتّة فردة إحنا محتاجينها، حتّة فردة أفريقية إحنا محتاجينها. لاعب عامل زي ديانج كده، ديانج أول ما جه الأهلي شُفته كان عامل إزاي، هو نفس الموضوع. هو ما بيشوطش، ما بيهاجمش أوي، تمام، بس بيباصي حلو جدًا، بيقطع الكورة مُفسِد هجمات رائع، سريع، سريع جدًا، تمام، وجِتّة، ما بيقعش بسهولة، مهما حد دخل عليه ما بيقعش بسهولة. فرسالة إلى جون إدوارد، فكّر في اللاعب ده، اللي هو توريه، اللي بيلعب رقم اللي بيلعب في مركز 6 في غزل المحلة، تمام، تمام. رسالة عبد الله السعيد للعيبة الزمالك امبارح، رسالة عبد الله السعيد للعيبة الزمالك امبارح. عبد الله السعيد بعد ماتش بيراميدز امبارح، لعيبة الأهلي، لعيبة الزمالك اتفرّجت على ماتش الأهلي والمحلة ومودرن وبيراميدز، وطبعًا لمّا لقوا الأهلي اتعادل وبيراميدز خسر، لأ حسّوا بفرحة، فرحوا بشكل كبير في المعسكر. راح عبد الله السعيد بلغة القائد وبلغة الكابتن وبلغة الخبرة اتكلم معاهم بفكرة إن إحنا ما ينفعش نفرح، إحنا ما ينفعش نفرح، إحنا ما لناش دعوة ولا بالأهلي ولا لينا علاقة ببيراميدز، خلاص إحنا كلعيبة المفروض ننزل ماتش فاركو، ندوس على فاركو، تمام، ونجيب أجوان كتير ونكسب فاركو لأن ده الطبيعي. الأهلي كسب فاركو وهو بالمستوى القليل ده، كسبه 4. أنت المفروض إن أنت واقف على حيلك شوية عن الأهلي تكسب فاركو كام، ده المفروض. ده اللي قاله عبد الله السعيد للاعيبة الزمالك امبارح بعد ماتش بيراميدز وماتش الأهلي، ودي خبرة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا من عبد الله السعيد، وده دور عبد الله السعيد الحقيقي اللي لازم يعمله أكتر ما هو يلعب. يعني أنا عن نفسي أنا شايف إن عبد الله يلعب ربع ساعة، آخر نُص ساعة في الماتش، ما يكترش عن كده، بس هو ده دوره الحقيقي داخل أوضة اللبس. الحاج الكابتن يانيك فريرا المدرب العالمي بتاعنا، أنا باهزر طبعًا هو ولا عالمي ولا نيلة، قعد مع المهاجمين ال5 بتوعنا اللي هم سيف الجزيري، عُدي الدباغ، ناصر منسي، أحمد شريف، عمرو ناصر، وقال لهم: "أنا مش عاجبني مستواكم، أنا مش عاجبني مستواكم، وإن هم لازم يستغلّوا أنصاف الفُرَص، وإن أنا دلوقتي ما عنديش مهاجم رقم 1 فيكم خالص، ما أقدرش أقول إن أنا عندي مهاجم رقم 1 فيكم، لإن أنتم مستواكم شبه بعض." هو بصراحة ناصر منسي في أسوأ حالاته، عُدي الدباغ ما عملش لسه أي حاجة، سيف الجزيري حدث ولا حرج، عمرو ناصر الفرصة اللي نزل فيها ربع ساعة اللي نزل فيها تقريبًا ما لمسش الكورة، أحمد شريف عمل باصة حلوة بس لمّا نزل. فإحنا فعلًا أنت جايب 4 أهداف، ال4 أهداف جايين من الأجنحة، ف يعني من الأجنحة و2 لعيبة خط النُص، المهاجمين ما شاركوش، ما جابوش أهداف، بييجي لهم كِوَر سهل إن هم يجيبوها، وبيحصل حاجات غريبة تحس إن هو الفيشة بتتشال والّا إيه، ما تعرفش إيه اللي بيحصل. فدي وجهة نظر يانيك فريرا، ودي وجهة نظرنا إحنا كلنا كجمهور بصراحة. في
أخبار اتسربت بتقول إن يانيك فيريرا ممكن يريّح بعض اللعيبة، وإن ممكن تحصل مفاجآت في التشكيلة. زي إيه؟ بيقول لك إن هو مش عاجبه مستوى بنتايك، كلنا مش عاجبنا مستوى بنتايك، بالنسبة لنا كلنا مستوى بنتايك بصراحة مش يعني مش على قد الموسم السنة دي، مش مقدّم أي حاجة بصراحة. الموسم ده ال3 ماتشات فعلًا، فعلًا، فعلًا يعتبر من أقل لعيبة الزمالك. فبيفكّر إن هو يريّح بنتايك النهارده أو يطلّعه ما بين الشوطين وينزّل أحمد فتوح، لإن هو مُعجب جدًا، جدًا بأحمد فتوح. وبيفكّر إن هو يريّح محمد شحاتة ويلاعب دونجا من أول الماتش، عكس الماتش اللي فات لمّا ابتدى بمحمد شحاتة ونزّل دونجا الشوط التاني. وبيفكّر تفكير إن هو يلاعب صلاح مصدّق كمان في الشوط التاني كلاعب رقم 6. هو التغييرين اللي عملهم بصلاح مصدّق لمّا نزّله قبل كده، كان لعبه رقم 6، ما لعبوش في المدافع، مش ما لعبوش كمدافع. وإن هو كمان بيفكّر يلاعب صلاح مصدّق كباك يمين بديل لعمر جابر. ده التفكير اللي بيفكّر له فيريرا، ده التفكير اللي بيفكّر له فيريرا. الناس اللي ما عملتش لايك يا شباب تعمل لايك. محمد إسماعيل من اللعيبة اللي جاهزة. محمد إسماعيل جاهز وfit وعايز يلعب، وقعد مع يانيك فيريرا وطلب بشكل رسمي: "هو أنا ما بالعبش ليه؟ أنا عايز ألعب." وفيريرا رد عليه قال له إن الماتشات اللي جاية كتير وأنت دورك جاي ومكانك محجوز في التشكيل. وأنا عن نفسي شايف إن فرصة إن محمد إسماعيل يلعب النهارده في ماتش فاركو، يعني أنا كنت أتمنى إن هو يلعب النهارده مكان الونش. الونش بصراحة يا جماعة محتاج ياخد راحة، محتاج يهدى، محتاج يعني يحس إن مكانه خطر، وإن هو المفروض يلعب. تمام؟ ده وجهة نظري. تعالوا كده نقول قايمة الزمالك، تعالوا كده نقول قايمة الزمالك والتشكيل المتوقع. تعالوا نقول قايمة الزمالك والتشكيل المتوقع. بس أرجو منكم ضغطتين على الشاشة تعملوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة. بُص يا سيدي، قايمة الزمالك كالآتي: محمد صبحي ومحمد عواد ومحمود الشناوي لحراسة المرمى. خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، ومحمود بنتايك، ومحمد إسماعيل، وصلاح مصدق، وعمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الرحيم إيشو، سيف جعفر، ناصر ماهر، وعبد الله السعيد. خط الهجوم: أحمد شريف، شيكو بنزا، خوان ألفينا، آدم كايد، وناصر منسي، وعلي الدباغ. تمام. مين بقى اللي استبعد؟ مين بقى اللي استبعد؟ سيف الدين الجزيري، عمرو ناصر، المهدي سليمان، عبد الحميد معالي، أحمد حمدي، الشهيد محمود جهاد، والشهيد أحمد ربيع. إحنا عندنا 2 شهدا دلوقتي. طيب، التشكيل المتوقع، التشكيل المتوقع. التشكيل المتوقع على موقع كورة بلس، موقع كورة بلس بيقول لك التشكيل المتوقع: محمد صبحي في حراسة المرمى. خط الدفاع: محمود بنتايك، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، عبد الله السعيد. خط الهجوم: شيكو بنزا، خوان ألفينا، وعدي الدباغ. ده تشكيل الزمالك المتوقع. الناس اللي ما اشتركتش تعمل اشتراك، والناس اللي ما عملتش لايك تعمل لايك، والناس اللي ما عملتش شير تعمل شير. تمام. وأتمنى تكون استمتعتم بالحلقة. خلاص، وأخبارنا. وباشكركم جدًا، جدًا، جدًا على وصولنا ل4000 مشترك.